السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أعمل معكم رولات التوست بالدجاج والبشاميل. عن جد وصفة كتير روعة وبتستاهل إنكم تجربوها. طلعوا كيف طلعت معنا جد، والحشوة كيف فيها. وصفة تتقدم في جميع المناسبات، بتمنى تجربوها. هلأ راح أنزل الزيت والبصل، بقلبهم حتى يدبل البصل، برش عليهم رشة فلفل، رشة كاري، وبنزل الدجاج. بحرك الدجاج حتى يستوي، بنزل عليه رشة بابريكا، بودرة الدجاج، ملح، بحركهم منيح. بنزل عليهم الفليفلة ألوان، بحركهم فطر، ورشة فلفل أسود، بحركهم منيح. هلأ استوت الخلطة وصارت جاهزة. هلأ راح أعمل بشاميل. معلقة زيت، 50 غرام زبدة، 3 معالق طحين، بحركهم حتى يستوي الطحين. بنزل عليهم 4 كاسات حليب بدرجة حرارة المطبخ، بس بالتدريج راح أنزلهم. هلأ استوى معي البشاميل، بنزل عليهم معلقة بودرة دجاج، رشة جوزة الطيب، معلقة قشطة، بحركهم. هلأ القوام صار كثيف، هلأ صار جاهز البشاميل. هلأ بجيب قطع التوست، لازم يكون التوست طازة، بفردهم، بقطع أطرافهم حتى يسهل تشكيلهم ولفهم. هلأ في جات البايركس بنزل البشاميل، وببدأ أحشي بالتوست وبلفه. حتى لو تقطع معك التوست عادي، مش مشكلة. هلأ بلف آخر رول، شوفوا كيف منظره. هلأ رح أوزع البشاميل. طبعا البشاميل مش كتير كثيف لأنه التوست بنطصه، فبنزل عليه كمية وفيرة. برش عليه جبنة موتزاريلا شيدر، راح أدخله على الفرن 180 درجة، تلت ساعة أخذ مني. هلأ عمل معي جاتين بايركس. إذا عجبتكم الطريقة اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل شي جديد.